في مكان ما بين الصمت والظلال بتبدأ الحكاية اللي محدش بيقدر يكملها للآخر. أصوات بتهمس في ودانك بالليل، وكوابيس بتستناك لما تطفي النور. هنا أصوات من الظلام، عالم الرعب الحقيقي اللي بيخليك تشك في كل نفس بتاخده وكل ظل بيعدي جنبك. لو عندك الجرأة دوس اشتراك وافتح الباب بنفسك، بس خد بالك بعد أول قصة مش هتعرف تنام. في مكالمات بنعتبرها هزار ومكالمات بتبقى غلطة، لكن في مكالمة بتغير حياتك للأبد. دي قصة حسام، والرقم اللي اتصل بيه من نفس العنوان اللي ساكن فيه. الساعة كانت 1:15 بالليل، وحسام كان راجع من الشغل مرهق، لسه قاعد على الكنبة. الموبايل رنة واحدة على الشاشة، ظهر شيء بيخوف حتى الشخص اللي ما عندوش خوف. كولينج فروم نفس عنوان سكنك. رد، مفيش صوت بس في نفس بطيء، قريب قوي. الصوت على الموبايل: أنا تحت. حسام: تحت إيه؟ أنت مين؟ الصوت: تحت. وبعدها قال اسمه: يا حسام انزل. حسام فصل الموبايل، فصل النت، قفل الجهاز كله، لكن بعد 10 ثواني الموبايل اشتغل لوحده. قرر ينزل يشوف مين بيهزر معاه. السلم كان ضلمة واللمبة بتفصل وتشتغل. حسام فتح باب العمارة، مفيش حد. الموبايل رن تاني، الصوت: أنا وراك. باب المخزن اللي عمره ما شافه مفتوح شبر. حسام نزل، النور كان ضعيف، ريحة تراب، وفي الركن شاف موبايل نوكيا قديم بينور وبيرن. الغريب الرقم اللي بيرن هو نفس الرقم اللي بيكلمه دلوقتي. حسام رفع الموبايل القديم، رد الصوت: ما تخافش، أنا جوه الخط. الموبايل القديم رغم إن حسام فتح المكالمة بدأ يرن من تاني. مستحيل. وقتها موبايل حسام الحقيقي اشتغل لوحده رغم إنه مفصول. على الشاشة ظهر فيديو السلم. الفيديو لايف بيصور حسام دلوقتي لحظة بلحظة. الكاميرا طالعة من الضلمة بتعمل زوم على رقبته كأنها واقفة وراه. وبعدين جه الصوت هادئ واضح مخيف، لأنه مش بيوصف، بيعلن: أنا مش بتصل من تحت، أنا بتصل من وراك. من الليلة دي الرقم اختفى، مفيش سجل، مفيش مصدر، ولا حتى أثر إنه حصل. لكن حسام كل مرة يسمع رنة موبايل يبص وراه قبل ما يرد. لو عجبك اللي سمعته ما تنساش تشترك وتجهز نفسك، لأن اللي جاي أكتر ظلامة.